أكيد كلنا عارفين إن في حيوانات شرسة ومخلوقة عشان تعيش في الطبيعة والغابات زي الأسود والنمور والدببة والتماسيح، وفي برضه حيوانات أليفة بتعيش وسطنا ونقدر نربيها زي القطط والكلاب والبغبغانات. بس هل في حيوانات كل فكرتنا عنها إنها أليفة ولطيفة وكيوت بس هي في الحقيقة خطيرة لدرجة إنها ممكن تتسبب في موت الإنسان؟ قبل ما أجاوبك على سؤالك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لو أنت على يوتيوب، ولو على فيسبوك اعمل لايك وشير. أول حيوان معانا هو فرس النهر، والمشهور عندنا باسم سيد قشطة. سيد قشطة من الحيوانات اللي أغلب الناس واخدة عنه فكرة إنه حيوان مسالم وكيوت وفي حاله، ومن أكتر الحيوانات اللي بنحب نلعب معاها ونأكلها لما نروح جنينة الحيوانات. ده غير إنه كتير من حركاته وطريقة أكله مضحكة وكوميدية. بس في الحقيقة سيد قشطة ده من أخطر حيوانات العالم، ومشهور إنه سريع الغضب جدا، وأنيابه الطويلة والقوية بتخلي عضته مميتة، وبيقتل سنويا أكتر من 500 إنسان في أفريقيا. وحيوانات زي التماسيح بتخاف تقرب له عشان عضة واحدة بس منه قادرة إنها تقسم التمساح لنص. شايف بقى الحيوان اللي قدامك ده؟ أكيد ممكن تكون فكرت دلوقتي تربي واحد في بيتك من كتر ما هو كيوت. الحيوان ده اسمه اللوريس البطيء، وده أحد أنواع الرئيسيات اللي بتعيش في آسيا. بس الوجه البريء والملائكي ده للأسف مخبي وراه سم قاتل. فاللوريس البطيء من الثدييات القليلة جدا اللي لدغتها سامة، وبتسبب ألم شديد ممكن يسبب للإنسان انخفاض في ضغط الدم وتشنجات عضلية وأحيانا فقدان الوعي. وأوقات ممكن اللدغة دي تتسبب في وفاة الإنسان لو عنده حساسية مفرطة. نروح بقى لحيوان الباندا. حيوان جميل وكيوت ولطيف ومرح وتقريبا كلنا بنحبه، بس الناس بتنسى دايما اهم صفه في الباندا، وهو انه احد انواع الدببه. فالباندا لو حست باي تهديد من الانسان ممكن تهاجمه وتسبب له اصابات كبيره وخطيره، وفي اكتر من حاله تم تسجيلها عن هجوم للباندا على البشر في الصين وتسببت لهم في اصابات مميته. ولو انت من محبين الملاهي المائيه فاكيد حوت الاوركا من اكتر الحاجات اللي بتحب تشوفها هناك، خاصة إن شكله جميل ومميز وبتلاقيه مرح ولطيف لأقصى درجة وتقدر تلعب معاه كمان. بس اللي أنت ما تعرفوش إن الاسم العلمي بتاعه الحوت القاتل، ويعتبر أخطر مفترس بحري في العالم بجانب القرش الأبيض العظيم، ويعتبر آلة افتراس فتاكة، وبيفترس أي كائن بحري مهما كان حجمه ونوعه زي الفقمات وأسماك القرش والدلافين وحتى الحيتان التانية، بما فيهم الحوت الأزرق أضخم كائن حي في العالم. وحوت الأوركا ممكن يسبب خطورة كبيرة على الإنسان وقادر يقتله في غمضة عين، وتم بالفعل تسجيل عدد من حالات هجوم حيتان الأوركا على الإنسان وإصابته بإصابات خطيرة. لكن من حسن الحظ إنه قابل للتدريب في الملاهي المائية، وبيتحول هناك لكائن وديع مسالم لأقصى درجة. نروح بقى لقارة أستراليا، وتحديدا حيوان الكنغر، واللي يعتبر رمز وطني هناك. الكنغر من الحيوانات المميزة سواء في شكله، خاصة ديله والجراب اللي في جسمه، وتحسه حيوان وديع كده ومسالم. بس يؤسفني أغير لك الصورة دي وأقولك إن الكنغر من الحيوانات اللي بتهاجم البشر بشكل مستمر وبتسبب لهم إصابات خطيرة، وفي حالات كتير مسجلة لأشخاص ماتوا من هجمات الكنغر عليهم، وده بسبب القوة العضلية الكبيرة اللي بيمتلكها الكنغر سواء في رجله أو في إيده، لدرجة إن الكنغر يعتبر أحد الرموز المعبرة عن رياضة الملاكمة. ولو أنت بقى كل فكرتك عن السلاحف إنها حيوانات بطيئة وكسولة وفي حالها، فأنت شكلك لسه ما سمعتش عن سلحفاة القاطور النهاشة. وطبعا واضح من اسمها المرعب إنها سلحفاة مش عادية، وشكلها مخيف كأنها جاية من عصر الديناصورات، وعضتها من أقوى العضات في الطبيعة، لدرجة إنها بتاكل التماسيح الصغيرة وتقسم جسمها لنصين بكل سهولة. وعضة واحدة منها قادرة إنها تقطع صوابع الإنسان وتسبب له جروح خطيرة ممكن توصل للموت لو ملحقش يعالج نفسه. والسلحفاة دي بتعيش في أمريكا الشمالية في المستنقعات والأنهار، ومن فترة للتانية بيتم تسجيل هجمات ليها على الإنسان وإصابتهم بإصابات خطيرة. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، ما تنساش تشترك في القناة، ولو مش عارف اسمع من عارف.